حياكم الله يا شباب. اليوم عندنا شرح على هوائية بي 15 ارتمس. الصنع مالتها صين درجة أولى. السعر مالتها 7 وراق بدون لا ناظور، بس الناظور ما وياها. اليوم عندنا شرح مفصل عليها، وإن شاء الله الدقة، وإن شاء الله نرمي لكم أهداف بيها وتشوفون النتيجة مالتها ايش قد قوية وايش قد الدقة مالتها. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. يلا شباب نبدي. عندنا هنا شباب، عندنا هنا هاي الفتحات اللي هي منفذ تسبب ضغط للكاتم خاطر ما يصير ارتداد بالهوائية. هذين الفتحات اللي بيها، لان هاي من هنا لهنا كله كاتم. هذا شباب الصبطانة، هاي الصبطانة، الكاتم هذا كل الكاتم هذا كله شباب. هاي تخفف الارتداء من الضغط الهواء العالي. نجي للبم. طبعا البم هذا شباب، البم يبدأ من هنا نهايته لهنا، اللي هو 300 بار. الضغط مالته 300 بار شباب. الزناد مالته خفيف كلش، يعني من حيث من ترمي كلش خفيف. شوفوا خفيف. الأمان منها بيها، تحب أمانها منها بيها شباب. شوفوها أمانها هيجي، هذا أمانها منها بيها وترجع هيجي. هاي العلامة الحمراء يعني شنو؟ فاير. هسه أمان. هسه نجي على السكوب. السكوب الطراز كلش حلو وكلش دقيق. جربنا جميع السكوبات، هذا يلا نجح وياها شباب. طبعا هذا السعر مالته ورقة ونص. الصنع مالته في الصين درجة أولى. هذا سعره ورقة ونص شباب. زوم داخلي وزوم هذا خارجي، بأضاءة يعطيك ألوان داخل السكوب. يمتاز بدقة عالية كلش وثبات عالي كلش. ينطيك يعني الأداء كلش حلو. من حيث هاي الهوائية الدقة مالتها ما شاء الله، التركيز مالتها كلش عالي. البي 15. طبعا هذا هنا يقعد المخزن مالتها. هذا المخزن شباب، المخزن ياخذ، المخزن مالته ياخذ 10 طلقات، يعني 10 صجمات شباب. هذا المخزن مالتها. وهي هاي الدقة مالتها في شي راقي. انصح بكل اللي يريد يشتري بي 15 نصيحة لوجه الله، خلي يشتري بي 15 دقيقة كلش. الوزن مالتها كلش خفيف، يعني ما يتراوح تقريب بال7 كيلوات او اقل، او 6 كيلوات يتراوح مالتها. الدقة شرحنا لكم كلش راقية. راح نصور لكم الصجم مالتها. طبعا شباب الصجم مالتها هذا 18 جرين، يصير ثقيل شوية، وبالرمي ما يتراوح ويا الهواء، يعني يصير عندك ثبات كلش عالي. 18 جرين شباب. هذا شوفوا 18 جرين شباب. طبعا هاي من الداخل شباب، بطنها من الداخل هيك شوفوها. المخزن مالتها هذا، طبعا المخزن مالتها هذا الاصلي،
مو العادي. السعر مالته ب40,000. طبعا شباب 300 بار اللي هو الشحن مالت البام. أأمن شي 250. إثبات عالي ينطيك 200 بار. أكثر شي ينطيك إثبات كلش حلو. هذا هيك شباب شوفونه. هذا العداد مالته هسه على 100 لأن ما مشحونة، تصير بعد أدق. شباب آلية التلقيم من هنا، تسحب أقسام من هاي. طبعا هاي الأقسام مالتها. هسه إذا أسحب أقسام ينسحب أقسام، لازم أخلي المخزن وأرمي. هسه راح نجرب لكم الهدف عليها. طبعا هاي B15 ارتمس. هاي التسلسل مالتها. طبعا الصجم مالتها 5 مليم، يعني 5 فارزة 5، اللي هي قطر الصجمة مالتها او قطر الصبطانة مالتها. يعني قطر الصبطانة مالتها 5 فارزة 5، اللي تستخدم 18 قرين الصجم. شباب هسه راح نفحصها لكم. شباب هسه راح نفحصها لكم ونشوف الدقة مالتها على ابطالة. طبعا راح نترسها الابطالة، نترسها ماي خاطر نشوف الهدف مالتها ايش قد قوي، وتصويره يكون ايضا واضح للمشاهدين. ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم. تحياتنا لكم، ابقوا ويانا. راح طبعا نفحصها لكم ونجربها على اهداف، واكثر شيء اهداف قوية مثل الحديد. نشوف القوة مالتها، هل هي قوية، يعني هل هي مفيدة للمدى البعيد، هل تفيد مثلا الطير الماي او الطبان وكذلك، او الخنازير. اجلكم الله راح هسه نجربها لكم، وان شاء الله تثبت جدارتها وتنال اعجابكم. تحياتنا لكم، اخوكم مصطفى الصياد. ابقوا ويانا، مشاهدة ممتعة ان شاء الله. تحياتنا لكم. يلا شباب راح نرمي ان شاء الله لكم الاهداف. يا شباب هسه راح نرمي الهدف. هسه فتحنا الامان وراح نرمي القوطية. شباب هسه راح نسحب اقسام وراح نرمي الزغيرة. هاي بيها شفتوها. طبعا خلينا نشوفها لكم وين لاحتها بالضبط. شباب نشوف وين لاحتها. طبعا ما مخترقة، لان هي رمل ما تقدر تخترق الرمل. نجي لهاي، هاي بيها اختراق كلش قوي. شوفوها طيب اختراق منها، طقتها منها طلعت منها، اختراقها قوي. راح نعاين بهذا البطل، نعاين بالغلق مالته هنا فوق. يلا شباب
هاي بالبطل، هاي طقيناها طبعا بالبطل بالغلق مالته. هاي بالغلق شباب، شوفوها طقيناه هنا هيك، طار هذا القبر دقتها دق. راح نخلي القبق هيك على هذا الشكل، نخليه هنا يا شباب، نوخر ذني ونخلي هذا القبق هيجي واضح، نخليه هيك ونرمي ونشوف التجميع مالتها. اعتقد قبل طلقات والله. طلقاتها قبل شباب، مثل ما تشوفون الهواء كلش عالي، الهواء كلش عالي. يلا شباب، بيها ترس ما شاء الله، الدقة مالتها كلش عالية قوية. لأن تشوفون شباب دقتها كلش حلوة. إن شاء الله عجبكم هذا المقطع الفيديو، لايك والاشتراك بالقناة.